حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي، نبدأ كده بالصلاة على الحبيب. كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الفيديو بقى بتاعنا النهاردة. هنعمل مع بعض الصابون الجميل اللي انت شفته في أول فيديو ده. دي كوباية إلا ربع من البوتاص، ب10 جنيه بوتاص. تمام، خليها كده على جنب. وهنعمل ايه بقى؟ كان عندي الليمون ده في الفريزر، جبته غسلته حلو، وجيت حطاه في ميه يعني غلي شويه كده على النار، وجيت عاملاه عصير ليمون في الخلاط، جيت ضربه في الخلاط. تمام، وبصفيه قدامك اهو. هحط كوبايتين من نفس الكوبايه اللي هعاير بها البطاطس. اه كده يا حبيب قلبي. انا هكمل الكوبايه دي اصلا بس في الاخر. بسم الله، انا ماسكه التليفون بايد واحده وبايد وبصور بايد التانية يعني. وهحط تاني كوبايه برضه اهو، هصفيها علشان الرواسب دي انا مش عايزاها خالص. ما شاء الله ما شاء الله. انا عملته قبل كده ما ظبطش الكلام ده، من فتره، من حوالي شهرين 3. قررت ان انا اعمله تاني، وبسم الله ما شاء الله. والله تالت مره اعمله ويبقى مظبوط معايا وجميل جدا. ما اقولكوش بقى، ما شاء الله ما شاء الله، تحفه قوي. من غير دقيق ومن غير حاجه خالص. اقسم بالله النتيجه روعه. انا عاملاه منه مرتين بزيت مستعمل، وعملت المره دي بزيت نظيف، لان ده اللي طالباه مني بصراحة خالتي، وهي عايزة تستعمله لشعرها. هي بتحب تستعمل الصابون ده لشعرها النوعية دي. تمام. فأنا كنت رايحة عندهم في اليوم ده. ماما حاضر يا حبيب ماما. بابا ماشي خلاص يا سيف، استنى. سيف يا جماعة، ما انتوش تايهين عنه. ثواني بقى. زي ما انتم شايفين كده، كانت المية دافية شوية، وحطيت البطاطس عليها ففرد بالمنظر ده. بس ما تقلقوش من حاجة، انا بسيب البطاطس يبات يوم، بحط عليه ميه بليمون وبسيبه يبات، وتاني يوم ببدأ في الشغل بتاعي. ففي اليوم ده انا عملت البطاطس عندي، لان كنت انا جايبه لها وجيت ايه عملته وخدته معايا في برطمان. فضيته في برطمان عادي جدا وربطته كويس وخدته معايا. وانا رايحه عند والدتي، طبعا البيتين جنب بعض. كملت بقية الوصفه بتاعتنا هناك. قلت اصور معاكم كده خطوه بخطوه، ولا في اضافه دقيق بقى ولا عك ولا اي حاجه تانية. بصوا، انا كده كنت رحت عند خالتي. ده السيل اللي احنا كنا عاملينه البطاطس بالليمون، اللي كنا عاملينه في البيت اصلا قبل ما نروح. تمام يا حبايبي. هكمل بقى في كوبايه تانية، لان هي ما عندهاش نفس الكوبايه اللي عندي اصلا. دي ازازه زيت انا عيرتها بالكوبايه، بس هي ازازه زيت كامله، زيت نظيف، لان هي عايزه تستعمله لشعرها زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. بس ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. النتيجه حلوه قوي قوي، ما شاء الله بصراحه. وهي مبسوطه قوي منه وبتشكر لي فيه جدا. شوف غصب عننا بقى بهدلنا الدنيا كده. اهو دي ازازه كامله. تمام. هضيف بقى شويه من الملح. كنت بنضف اللي انا عملته بصراحه. فهي قالت لي بقى سيبيه ونخلصه، بعد ما تخلصي التصوير نبقى ننضفه وكده. فاحنا بقى حاطين الخليط جنبنا علشان اقول لكم احنا هنعمل ايه. كده صفينا الزيت اللي في الكوبايه خالص. معملناش اي حاجه غير حطينا الزيت على البطاطس اهو. تمام. شويه من البرسيل، اي نوع برسيل عندك حابه تحطيه حطيه، مش شرط النوع اللي انا بحط منه ده. تمام. وفي برسيل جيل، هي كانت شاريه البرسيل الجيل ده من اي واحد من اللي بيبيع منظفات يعني. حطيت برضو شويه كده من غير معيار، وشويه سكر. دول شويه ملح في الاول. تمام. حابين تزودوا عن كده شويه مفيش اي مشكله، مش حابين يبقى كفايه الكميه اللي احنا حطيناها. اهو حطيت شويه سكر حلوين بقى ليه؟ عشان يعلي الرغوه بتاعته. قلبته بقى شويه كده بالمعلقه. مفيش عندها مضرب ان انا اقلبه بيه، وقلت هياخد وقت معايا في التقليب، فضربته في الخلاط بصراحه. ما شاء الله لونه ابيض جميل جدا. هتشوفوه دلوقتي النتيجه معايا.
اهو انا فضلت اقلب شويه بس لقيت ان التقليب كده مش هيجيب نتيجه بصراحه. وهو اهم حاجه في الصابون ده التقليب الجيد ليه. تمام. فهفضيه بقى شويه بشويه في الخلاط، ما تفضيش الكميه كلها. بتفضي حبه صغيرين بحبه صغيرين علشان بيبقى تقيل على الخلاط على فكره يا جماعه. وهو ما شاء الله بعد ساعتين او نص ساعه من بعد ما عملته والله كان بدأ ان هو يربط اصلا. يعني انا فضيته وسبته بعد ما ضربته في الخلاط بقى حلو. بيجف على طول. فاهمين قصدي ايه؟ جربوا الطريقه دي بجد والله مش هتندموا. وبصراحه الطريقه دي انا شفتها قناه دينا للمنظفات. ما شاء الله طريقتها كويسه جدا. انا جربت قبل كده زي ما قلت لكم بطريقه حد تاني برضه من اليوتيوب. مش مهم بقى نقول اسم القناه ايه. بجد الطريقه بتاعتها لا ما ربطش وما نفعش خالص. تمام. لكن ما شاء الله اللهم بارك الطريقه بتاعت قناه دينا المنظفات ده جميله جدا. انا عملتها بالطريقه بتاعتها والله ربط وحلو قوي. ما شاء الله تحفه. بجد تسلم ايديها. مشكوره على الطريقه بتاعتها دي. فلو كنت جربتيه مره قبل كده ومنفعش معاكي حاولي جربيه تاني. متيأسيش من اول مره. انا لما بعمل اي حاجه وما بتظبطش من اول مره بجد والله بحاول مره واتنين لحد ما بتظبط معايا. مش اللي هي باظت خلاص مش هعملها تاني. بصوا بقى الكميه دي كمان كتير قوي على الخلاط. انا نقصتها شويه وبقيت اضرب شويه بشويه كده. انا لسه مفضياه حالا من الخلاط بعد ما خلصت على طول جبت مصفى بلاستيك. مصفى مخرمه عادي خالص. ده طبق بتاع فاكهه بتاع خضار. حطيت فيه كيس وجيت صبه فيه الخليط بتاعنا ده. تمام. ما فيش بعدها بشوية صغيرين فضلت قاعدة شوية لحد ما جف وربط. وجيت مقطعة لان انا بروح ابات عند والدتي يوم وبرجع تاني بيتي انا شقتي. تمام اهو كنت سبته ربط بقى زي ما انتوا شايفين كده بس كان لسه اللي هو يدوبك بدأ يمسك. فملحقتش حتى ان انا اجرب لكم ان انا ارغي منه واغسل وكده. انا كنت مستعجلة اصلا وانا بعمله. بس ما شاء الله اللهم بارك النتيجة حلوة جدا. وانا بعد ما جيت بسألهم الصابون كويس قالوا لي نشف خالص وبقى حلو جدا. ولونه ابيض كمان عن ما كنت عاملاه خالص. فما شاء الله اللهم بارك حلو. وجربوه مش هتندموا. متنسوش لو اول مره تشوفوا قناتي قناه يوميات ام حنين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه وهنقدمه ان شاء الله. ولو انتم معايا حبايب قلبي لايك جميل كده منكم. تعليق حلو. وربنا يا رب كده يصلح حالكم وحالنا جميعا. والقناه تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. وشوفوا ما شاء الله اللهم بارك. يعني انا وانا قاعده اصلا معاها بتقولي والله القطعه من دي بتساوي 20 جنيه. يعني اللي بيشتروها من بره قد دي ب20 جنيه. فما شاء الله دولت 8 حتت. لما جينا نحسبهم على 20 بس لقيناهم عاملين 160 جنيه. فقلنا لا بجد ان اعمله في البيت والله اوفر بكتير. كل تكلفته كانت زي 60 جنيه. يبقى وفرنا 100. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.